السلام عليكم. معانا النهارده مقدمة للهارد سيرفيس موديلنج ونظرة على السب ديفيجن سيرفيس، ازاي بيشتغل وازاي ممكن نستعمله وايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا وازاي نصلحها وايه الحاجات اللي ممكن نخلي بالنا منها وبعض التيبس للشغل في الهارد سيرفيس. خلينا نبدأ بالكيوب الاولاني. هتلاقي ان انت دلوقتي لما بتنعم بتضيف سب ديفيجن سيرفيس مثلا كنترول 4، هتلاقي ان الشكل اللي بيطلع معاك شبه كروي، ودوت بسبب ان السب ديفيجن سيرفيس عامة بياخد كل فيس وبيحوله لأربعة. كل ما تعمل سب ديفايد عدد الفيسز بيتضرب لأربعة، إضافة لأن الفيرتكس بيروح للفيرتسيز المجاورة منه، بينعم نفسه بحيث إن هو بيروح في اتجاهات الفيرتسيز المجاورة ليه. مثلا هيروح للواي شوية وهيروح للإكس شوية وهيروح للزد شوية، فبالتالي هينتج معاك لما أنت تنعم شكل زي كده. فبالتالي لما انت بتكون عايز ان انت تقلل المسافة اللي بيسافرها الفيرتكس دوت، او ان انت تتحكم في الشكل اكتر، هتضيف السبورت لوبس. والسبورت لوبس دي بتقلل المسافة اللي الفيرتكس بيروحها، فبتخلي الشكل معاك تتحكم فيه اكتر وما يخليش الفيرتسيز ينعموا بطريقة انت مش عايزها، وبالتالي يديك تحكم اكتر في المش. وهنشوف تطبيقات الموضوع بعد كده. وطبعا لو انا عايز اقلل المسافة اللي الفيرتكس بيسافرها، فهقرب السبورت لوبس من بعضهم، فهتلاقي ان الفيرتكس هنا بيروح الناحية دي خالص، وبالتالي هتلاقي ان هو اتنعم شبه كروي. طبعا هتلاقي ان هنا الفيرتكس بيسافر مسافة قليلة جدا، فبالتالي انا عندي الفيرتسيز قريبة جدا من بعضها، وبالتالي الشكل هنا مش ناعم خالص زي الشكل اللي هناك. مثلا هنا عندنا لو انا ضفت subdivision surface، هتلاقي ان الشكل يعني حفظ نفسه شوية، انه شبه مكعب، مش زي كورة زي المرة اللي هناك. لو انا شلت مثلا الفيرتكس اللي هنا كنترول اكس، هتلاقي ان في فرق كبير، ودوت بسبب ان في سبورت لوبس 3 هنا وهنا وهنا على طول موجودين. فدوت بيحفظ الشيب اكتر، وبيخلي الفيرتسيز لما تنعم نفسها مش بتسافر نفس المسافة، وبالتالي التنعيم ما بيكونش بنفس القوة. فبالتالي لما انت مثلا الجود براكسس في الهارسفس هتلاقي نفسك ان انت بتعمل كده معظم الوقت، ان انت بتضيف سبورت لوبس بتكون قريبه جدا للحواف، بحيث ان انت لو نعمت بيجي لك تنعيم بيكون منعم الحواف جدا، وهو ده اللي انت بتكون يعني في اغلب الاوقات عايزه. طبعا انت كل ما تقرب السبورت لوبس دي من بعضها هتلاقي ان التنعيم بيزيد، وهكذا بتتحكم في نعومه الحواف. ماشي، لو جينا اللي بعده دي تيب عامه في الهارد سيرفيس موديلنج، الفرق ما بين الديستركتيف والنون ديستركتيف، ان انت دلوقتي عندي هنا بيفل موديفاير السيجمنتس 2 والبروفايل بتاعه 1. طيب دوت بيعمل ايه؟ دوت هتلاقي ان انا لو دخلت في edit مود مفيش اي حاجه، المش بتاعي زي ما هو، لكن لو الواير فريم ظهرته هتلاقي انه طالع عندي. لو لغيت من هنا السبديفيجن سيرفيس هتلاقي انه نفس البيفل، ولو نعمته هتلاقي ان هو نفس التنعيمه خالص، الاتنين مثلين لبعض، ولكن دوت بيفل. هتلاقي ان انا ممكن اتحكم بقوه البيفل، ودوت هيتحكم لي بقوه التنعيم. فدوت نون ديستركتيف، بحيث ان انت تقدر في اي وقت ترجع وتعدل على قوه البيفل وبالتالي قوه التنعيم في الحواف. تاني حاجه معانا الخساره في الحجم، دي لازم تخلي بالك منها. فانت دلوقتي عندك سلندر هنا مثلا، لو انت شغال في سلندر مش محتاج، أو لو انت شغال في شكل اسطواني مش محتاج تضيف فيه اي تفاصيل، فهتبقى شغال عامه بعدد سب ديفيجنز قليل. هنا مثلا عندك 8، لان انت مش تبقى محتاج تضيف اي تفاصيل، فانت محتاج بس مجرد اقل عدد من السب ديفيجنز يديك دايره كامله او شكل اسطواني لما تنعمه. فهتدي مثلا سب ديفيجن سيرفيس، هتلاقي ان هو ناعم معاك كويس جدا، اسطوانه. بس في نفس الوقت ان انت حتى والسب ديفيجن سيرفيس موجود، هتلاقي ان انت عندك عدد سب ديفيجنز قليل جدا تقدر ان انت تتحكم فيه. طبعا انا ضايف هنا سبورت لوبس عشان السقف والارضيه ما يبوظوش مننا خالص. فانت طبعا عندك عدد اقل من الفيرتسيز تتحكم فيه، وبالتالي هتقدر ان انت تكون الشكل اللي انت عايزه بسهوله من غير ما تتعامل مع عدد فيرتسيز اكتر. وده برضو من الجود براكتس في الهارد سيرفيس موديلنج. انت دلوقتي لو جينا نبص من فوق هتلاقي ان المفروض ان دوت لما يتنعم يديني دايره زي اللي تحتيه ديت هنا، ولكن لما بنعمه بلاقي ان الحواف بتاعته بتنزل تحت خالص لما بتتنعم، بسبب ان مفيش عدد من الديفيجنز كتير يشيلها. هتلاقي ان انا عندي هنا 8 سب ديفيجن دولت بيتنعموا. لما يتنعم هتلاقي ان في خساره في الحجم، الحته دي كلها كده دخلت لجوه. فانت لازم تخلي بالك وانت شغال وتكبر في الحاجه، وده هتاخد بالك اكتر منه لما انت تكون شغال من ريفرنس او تكون بتنمذج حاجه مثلا زي البرطمانات مثلا. هتاخد بالك من الحاجه ديت، لازم تقعد تكبر وتخلي بالك وانت شغال من الواير فريم مود، تقعد تقارن ما بين الريفرنس والاوبجكت. لو جينا اللي بعده هتلاقي ان عندنا في 32 ديفيجن. هتلاقي ان انا لما بنعمه مفيش اي خسارة في الشيب خالص، وهتلاقي ان هو يعتبر مثالي جدا. لما نعمه عشان 32 سب ديفيجن هتلاقي ان التنعيم كويس جدا، مفيش اي مشاكل. ولكن انت دلوقتي لو شغال بعدد سب ديفيجنز قليل وعايز تضيف فيه تفاصيل، ولكن برضه من المشاكل اللي هتقابلك
أنت ده مثلًا لو أنا ضِفت فيه subdivision هتلاقي إن في انبعاج هنا وتشوُّه، مبوّظ الcurvature بتاعة الدايرة، مش مكمّل لي شكل دايرة كاملة، هتلاقي إن في support loop هنا قريب جدًا من الloop الأساسي، ودوّة مبوّظ لي شكل الدايرة، فأنا هاعمل له control X أشيله فتلاقي إن الدايرة رجعت معايا. طب لو أنا عايز دلوقتي إن أنا أضيف تفصيلة هنا زي مثلًا إن أنا أعمل extrude X وأضيف حاجة هنا، عايز أضيف تفصيلة زي ديّة، فهاعمل إيه؟ طبعًا هتضطر إن أنت تيجي في حاجة زي كده مثلًا بعدد أكبر من الsubdivisions وتمسك حاجة زي دوّة، وتلاقي إن أنت عندك الدايرة زي ما هي والتفاصيل بتاعتك كويسة جدًا، ما بوظتش الcurvature بتاعة الدايرة، وفي نفس الوقت ضِفت التفاصيل اللي أنت عايزها. حاجة من الحاجات اللي أنت لازم تاخد بالك منها في الشغل في الsubdivision surface إن أنت لو جيت تنعّم مثلًا ولقيت حاجة زي ديّة أو حاجة زي ديّة، هتلاقي إن أنت لو شغّلت face orientation من هنا، هتلاقي إن عندك بعض الfaces الorientation بتاعها مقلوب، فهتيجي عليهم تسلكتهم وتعمل shift in هتلاقيهم اتعدلوا معاك. طيب بالنسبة للحتة ديّة، هنا هتلاقي إن في 2 faces على بعض، إما تختار كله وتتك by distance ودوّة هيلحمهم في بعض، أو إن أنت تحذفه وتملاه تاني. وبعدين هنيجي برضه للمشاكل اللي أنت لازم تخلّي بالك منها، لو أنا عطيت لدوّة subdivision هتلاقي إن في تشوُّه هنا غير واضح سببه غير لو دخلت في الedit mode ورُحت للvertex هتلاقي إن في بعض الvertices قريبة جدًا من بعضها مكوّنة انجون هنا ومش ملحومين في بعض، هتلاقي إن أنا عشان أحلّها لازم ألحم الvertices ديّة ببعضها، فهتلاقي إن الانبعاج هنا راح، ولكن في واحد تاني هنا فده هتلاقيه بسبب إن في vertices مش ملحومة في بعضها، وبالتالي هامسك كل حاجة مثلًا وأعمل لها image by distance. في tip هنا لو أنت عايز الface orientation يبقى ظاهر عندك بالشكل دوّة، اتفرّج على الفيديو الshort دوّة. فكده بقى المِش معانا تمام، لكن لو جيت للناحية دي هتلاقي إن في تشوُّه جامد جدًا معانا، وده بسبب إن لو دخلت هنا في الedit mode هتلاقي إن في انجون كبير جدًا، ودوّة هيكوّن مشكلة زي ما أنت شايف لو دوّة في منطقة هتتنعّم أو في منطقة دايرة زي دوّة مثلًا هنا كده. هتلاقي إن في انبعاج سيء جدًا ولازم تصلّحه، فأنت دلوقتي لو جيت مثلًا هاعمل دوّة هنا أعمل لهم G امسكهم برضه دول واعمل لهم G فهتلاقي إنه اتصلّح معايا تمامًا، ولكن دوّة برضه هتلاقي إن هو لو كان انجون على أرضية مسطحة زي مثلًا هنا هتلاقي إن ما فيش أي مشاكل في الshading ولا أي حاجة، ولكن لو هو في سطح منعّم أو سطح فيه curvature فهتلاقي إن هو بيعمل مشاكل، ودي برضه من الحاجات اللي أنت لازم تاخد بالك منها وأنت بتنمسك. دي كانت نظرة سريعة على الsubdivision surface، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.